اسمك لوحده ممكن يجيب لك فلوس او يفضل عادي محدش شايف. والكلام ده دلوقتي مش رفاهيه. يعني مثلا الناس زهقت دلوقتي من اسماء الشركات وبقوا يثقوا اكتر في اسماء الاشخاص، عشان احنا كبشر بنثق في الشخص قبل البراند. ربنا خلينا كده. يعني قول لي كده، ابو هشيمه، حسن علام، حد يعرف اسماء شركاتهم؟ حد يعرف هم بيستثمروا في ايه؟ كده كده مش مهم، اسمهم لوحده بيبيع. زي زمان مثلا كان يقولوا لا ده صنايعي، لا ده ابن سوق. واللي هيساعدك في ده البيرسونال براندنج. اهم خطوه في البيرسونال براندنج انك تعرف انت عايز الناس تعرفك بايه. يعني مثلا اذكى حد، ولا اشطر حد، ولا مثلا الشخص اللي بيقفل اي ديل، ولا اللي فاهم البيزنس من اوله لاخره. المشكله ان الاشطر مش بيكسب، المتشاف هو اللي بيكسب. فانت دلوقتي المفروض تشوف الحاجه اللي انت شايف نفسك كويس فيها وتبدا تبني عليها. يعني مثلا انت شاطر في البيزنس، اتكلم مع الناس في البيزنس. شاطر وبتقفل ديلز، اطلع احكي للناس على الديلز دي. بتفهم في اختيار الماتيريالز، علم غيرك. ادي قبل ما تاخد، ادي فاليو قبل ما تاخد اي حاجه. ومع الوقت ده هيبني ليك بيرسونال براندنج قوي جدا، وهيخليك جبار في الستوري تيلينج. عشان الناس مش بتحب الشخص الناجح، بتحب تعرف هو بدأ ازاي، بدأ منين، قصته ايه، اتبهدل ازاي. حاجات ما تنفعناش يا حاج. اسمع الكلام يا سيد. ابني الصوره واحده واحده زي البازل. ومع الوقت مش هتحس غير واسمك هو البراند، هو اللي بيجيب فلوس. عشان تعرف انت كموظف ازاي ممكن تعمل حاجه زي كده، اعمل لايك، فولو، وبارت 2.